شركسية أكلة من أكلات المطبخ العثماني التركي، واحنا كنا واخدينها منهم وكانت منتشرة جدا في مصر، خاصة من 50-60 سنة فاتوا. يمكن مع الوقت ابتدت تقل، بس شعبيتها ابتدت ترجع تاني. هعملها معاكم النهاردة بطريقة جدتي. أنا هبدأ الأول أسلق الفراخ، يعني ممكن كل واحد يسلق الفراخ بالطريقة اللي هو متعود عليها، أو يجرب الطريقة بتاعت جدتي. دي طريقة very special، بتطلع الفراخ مختلفة خالص عن طعم أي فراخ مسلوقة. انا فرمت بصلة مع 8 حبهان وملح وفلفل. وبجيب الفراخ بعد ما غسلتها، وفرم البصلة بتاعي ده ببدأ احشي الفرخة الاول بشوية منهم، وبعدين بحاول بين الجلد واللحم احط برضو شوية من الخلطة بتاعتي دي، وبفركها ببقية البصل المفروم ناعم قد ما بقدر، بحيث انها تتشرب من طعم البصلة المفرومة مع الحبهان. هي كانت بتقول ان عدد 8 حبهان ده هو العدد الامثل، اللي هو بيبقى طعم الحبهان باين قوي، وفي نفس الوقت مش بيمرر المرقة بتاعتنا. هنجيب حلة ونحط فيها شوية زيت أو سمنة للي يفضل السمنة، وبنشوح الفراخ الأول من على الجنبين زي دقيقتين كده من على كل ناحية لغاية ما تاخد لون، وبعدين بنبدأ نصب المية المغلية عليها عشان تستوي، عشان تاخد وقت في السوا كويس. أنا وجدتي الله يرحمها كانت بتفضل إنها تركز المرقة، فما كانتش بتحط مية كتير. في نفس الوقت كانت بتسيبها لمدة ساعة على الأقل، لأن عادة يقولك الفراخ بتستوي في نص ساعة 25 دقيقة. لا، لمدة ساعة على نار واطية خالص. نوطي النار خالص وبنشيل الريم الأبيض وبنغطي عليها وبنسيبها لمدة ساعة كاملة على الأقل. وكده بتبقى خلاص الفرخة بتاعتنا استوت والمرقة بتاعتنا بقت مركزة جدا. الرز بتاع الشركسية هو رز أبيض مصري، من غير شعرية من غير حاجة. بحط الأول شوية زبدة وشوية زيت، وبشوح الرز بتاعي علشان ما يعجنش مننا. مش عايزينه يبقى مفلفل قوي، يعني يستحسن يبقى طري، بس الخطوة دي بتحوش ان هو ما يعجنش مننا. وبعدين بحط، انا هنا استخدمت كوباية رز واحدة بس، لان انا وبنتي وجوزي 3 افراد بس، في الكوباية بالنسبة لنا كانت كافية جدا. بحط قد الرز مرقة من الفراخ اللي سلقتها من شوية. اول ما بتغلي بروح مغطية عليها وموطية النار، وبسيبها لمدة ربع ساعة. ده ورك الفرخة اللي انا سلقتها خليته، لان هو كده كده منظره في التقديم بيبقى مش متساوي قوي. فانا خليت الوراك وقلبتها مع الرز. دي خطوة اختيارية، بس هي برضو بتبقى حلوة لان بتبقى كده الرز بتاعنا متشبع بالفراخ كويس. بقلبه تقليبة وكده الرز بتاعنا بتاع الشركسية بيبقى جاهز. بس فاضل بقى ان احنا نعمل الصوص. بجيب عين جمل او جوز. انا هنا استخدمت زي كبشة واحدة، معرفش بجرامات قد ايه الحقيقة، وبفرمهم في المطحنة او الكبة اللي موجودة عندنا. طبعا الناس القديمة كانت بتدقه بالهون. وبعد ما بخليه ناعم جدا ببدأ احضر الصوص بتاعه. اصولا بيتعمل بالعيش التوست، بس انا الحقيقة مش بفضله بالطريقة دي. انا بحب اعمله بدقيق، معلقة دقيق على زبدة عادي، عشان يديني القوام اللي انا عايزاه. جربوها بالطريقة دي هتلاقوها اولا اسهل في العمايل، ثانيا القوام بتاع الصوص بيبقى الطف كتير. دول معلقتين زبدة على معلقتين دقيق، بشوحهم كويس، وبعدين بزود الجوز بتاعي. بديله تشويحة معاهم برضو عشان يتحمص وياخد من ريحة الزبدة والدقيق. وبعدين بزود نص كوباية لبن، كأني بالظبط بعمل البشاميل. نص كوباية اللبن دي بقلبها كويس عشان تعملي القوام بتاع الصوص بتاعي، وبفضل اقلب قد ما بقدر عشان ما يكلكعش مني اي حاجة. وفي الاخر ببدأ ازود المرقة بتاعة الفراخ اللي انا كنت سلقاها. انا هنا حطيت تقريبا ملو كوباية كاملة من المرقة. أم، بقلب كويس، وممكن برضو زيادة تأكيد استخدم مضرب السلك في التقليب علشان لو في اي كلاكيع من الجوز او الدقيق تفك معايا، ويبقى قوام الصوص بتاعي كريمي وحلو. ما يبقاش بيضايق وقت الاكل. انا هنا كده تقريبا الصوص بتاعي خلص خلاص، بس ناقص بيبقى ياخد غلوة علشان كله يتشرب من طعم بعضه. برضو ممكن ندوقه ونشوف الملح بتاعه مظبوط من قبل ولا لا.
انا عشان كنت مملحه المرقه بتاعتي حلو فمحتاجتش اظبط الملح. بس برضو زياده تاكيد يستحسن في الفتره دي، يعني في المرحله دي ندوق تاني ونتاكد ان الملح مظبوط. وبرضو ممكن نزود المرقه شويه لو حسينا ان الصوص كثيف قوي على ال- الفراخ بتاعتي. للتقديم بقى ممكن بنحط، انا عشان بنتي مش بتفضل الصوص يبقى كتير، فانا بحطه الاول في بوله منفصله في وسط الرز بتاعي. ببدأ احط الرز حوالين الصوص. واللي عايز بيزود صوص من النص. نزود الصدور بتاعة الفراخ على وش الرز. وممكن نحط برضو شوية من الصوص بتاعنا على وش الأكلة بتاعتنا كلها من فوق. وبكده بتبقى الشركسية بتاعتنا خلصت. يعني أتمنى تجربوها بالطريقة بتاعتي. أتوقع إنها إن شاء الله هتعجبكم وألف هنا.